انت مو عم تقرا عن كربلاء؟ ايه، بدك اجيب لك نسخة لا؟ لا معلم، انا بتوتر من اللي عم تقراه. بتقطع تقطيع على جريمة قتل حفيد الرسول وكيف قدروا انه يغدروا فيه. لو كنت هنيك وقتها. اذا ما قريت بتنسى. الحياة اليومية عم تشغلنا كتير لدرجة بتنسيك حالك. لما بتقراه رح تتذكر شو صار ومنين بلشت المشكلة وليش اختلقوها واي هدف خدمت. شو اهدافهم وشو كانت طموحاتهم. وبالاخر بتكتشف انه كربلاء لهلا ما خلصت، ولازم تقرر. يا بتكون من يلي لحوا سيدنا الحسين، يا بتكون من يلي قطعوا له طريقه وقتلوه.